السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ العائلة مينو. اليوم جبت لكم وصفة كيكة الشوفان، كيكة صحية ويعني بمقادير كامل طبيعية 100%، ما فيها حتى سكريات، خالية من السكريات تماما. هنا بالنسبة للمقادير عندي كاس تاع تمر نعمروه مليح، وكاس حليب، وربع كاس زيت، 2 حبات بيض. طبعا الشوفان نجيبوه حب ونطحنوه، عندي قرفة وعندي قرقاع واللوز، يعني الموجود عندكم ديروه من الفوق. هنايا نجيب التمر تاعي نحطه في الاناء، ونضيف عليه هذاك الحليب ونخليه يعني شويه هكا ينتفخ في هذاك الحليب، ومن بعد نطحن هذاك التمر تاعي مع الحليب بالميكسور حتى يولي لي هكا نحسه يعني سائل، ولا تكون فيه شويه كتل معليش. نجيب الميكسور تاعي ونبدا نطحن فيه. صدقوني هذه الكيكه كي تاكلوها مع الصباح مشبعه جدا، يعني مليحه لفطور الصباح وصحيه. وكما نعرفوا الشوفان فيه فوائد كثيره للصحه تاع الانسان، وايضا التمر طبيعي، ما فيه خالي من السكريات. هنايا عوضت السكر بالتمر بما انه راه وقت التمر. نسيو نغتنموا الفرصه نديروا كيكات بالتمر. هنا جبت 2 حبات بيض، درت لهم شويه ملح، ودرت مغرف قرفه. هنايا تنجموا تستغنوا على الحسل، انا درت مغرف صغيره تاع حسل حر. هنايا طبعا اختياري، اللي عنده يدير، اللي ما عندوش يخلي غير الحلاوه تاع التمر. عفوا هنايا ايضا درت ربع كاس تاع زيت. نخلط هذه المكونات، يعني ماشي لازم بالباطو، غير بيدينا هكا ونخلطوه. هنا درت نصف ملعقه تاع لافاني بودغ. نسمو الخليط تاعنا، هو اصلا راه منسم بالقرفه، يعني هذه لافاني تاني اختياري، منسم بالقرفه وايضا بالتمر. كما نعرفوا القرفه تتوالم بزاف مع التمر ومع الحسل. هنايا نجيب هذاك الخليط تاعي اللي كنت طحنته، الحليب مع التمر، ونضيفه على الخليط الاول ونخلط كامل مع بعض. ومن بعد نكون نطحن في الشوفان تاعي اللي شريته حب وطحنته في الدار. هنا درنا الشوفان كبديل للفارينة. كما نعرفوا الفارينة يعني مضرة بالصحة، نعوضوها بالشوفان أفضل. هنايا طحنته وبديت نعمر في الكاس الاول، ونزيد الكاس الثاني تاع الشوفان، وما ننساش الباكي تاع لا ليفور وحده. نضيف الكاس الثاني ونضيف لا ليفور، ونخلط كامل هذه المكونات مع بعض حتى يولي عندي خليط متجانس. هنا راح لي الفيديو اللي كنت نخلط فيه. المهم هذا هو القوام تاع الخليط تاعنا. نخلطوه مليح، ومن بعد نجيبو السني تاعنا اللي نكونوا دهناه بالزيت ودرنا له الفارينه. نحط كامل هذا الخليط هنايا في السني تاعنا. هنا كما بغيتو سني عالي، بغيتو المول تاعكم عالي، بغيتو هذا السني الهابط، يعني اللي عندكم ديروه ماشي مشكل. المهم هي تدي وقت في الفرن، تدي من 45 دقيقة حتى لساعة على حساب الفرن. هنا ديروها على 180 درجة وخلوها طيب. كما تعرفوا الشوفان يبغي يطيب مليح باش يعني ما يجيكمش معجن. سيو باش طيبوا الكيكة تاعكم اطول مدة باش ما تجيكمش معجنة. هنايا انا كان عندي قرقاع واللوز، هنا ماشي محمصين، نقطعهم بهذه الطريقه ونضيفهم من الفوق. وايضا شوكولا نوار، هنا اختياري اللي عندكم، الا عندكم التمر ديروا. انا ايضا درت التمر، درت القرقاع، اللوز، درت شوكولا نوار، يعني كان عندي منهم كامل شويه شويه درتهم من الفوق هكا باش تجي كيكه متكامله، يعني مغذيه وتشبع. تاكليها مع الصباح، تشربيها تاكليها مع الصباح هكا مع قهوه، ولا تكون يعني تشبعك. كما رانا نشوفوا فيها البيض، فيها البروتين،
فيها الشوفان أيضا من النشويات المشبعة جدا، اللوز، القرقاع، يعني فيها كامل المواد اللي يحتاجها الجسم تاعنا مع الصباح. خير من ناكلو هذوك السكريات. ضفتهم من الفوق ومن بعد نجيب التمر تاعي ونقطعوه. هنايا جبت شوكولا نواغ كما راكم تشوفوا، كل ما كانت نسبة الكاكاو عالية كل ما كانت صحية. هنا شوكولا نواغ هذه صحية. نقطع كمية نديرها من الفوق والكمية الاخرى نخليها كلاصاج نديرها. بغيتو ديروا كلاصاج ديروا، بغيتو ديروا تخلوها هكا غي بلا شوكولا، يعني الاختيار يبقى لكم. انا هنا درت الموجود اللي كان عندي درتو. تنجموا ديروا حتى الفواكه المجففة كما العين كما المشماش، يعني هذو كامل صحيين وملاح وفيهم فوائد كثيرة. هنايا نجيب ايضا حبة تمر نقطعهم ونديرهم هكا من الفوق كما قلت لكم باش تكون كيكة متكاملة، يعني فيها كامل المواد اللي يسحقها الجسم تاعنا، وهكا تكون مشبعة وتكون تشد لنا مدة اطول، يعني ما نجوعوش بالخف مع الصباح. صدقوني هذه الكيكة يعني تاكلي غير مورسو قليل، هي مورسو هكا صغير تقنعك وتشبعك وتشدلك، يعني ما تجوعيش هذيك على العشرة تجوعي، ولا حتى ل 12 حتى للفطور هكا. تاكلي تاني حاجة هكا تكون صحية ونبعدوا على الزيت، نبعدوا على السكر. هنايا كما قلت لكم درتها طابت لي مدة 45 دقيقة او اكثر، يعني دات لي مدة طويلة في الفرن هكا حتى نشوفوها تحمرت مليح باش اللي نقلعوها. هنايا جبت قلت لكم هذيك الشيكولا خليتها درت لها شويه لا كريم فريش. تنجموا تعوضوا لا كريم فريش بالحليب، اللي ما عندهاش لا كريم فريش نديروها فوق النار يذوب لنا. وهنايا راح لي المقطع اللي درت الشوكولا وقطعت الكيكه. هذه هي الكيكه تاعنا، شوفوا كيفاش خرجت، جات بنينه سورتو مع القرفه والتمر، يعني يعطوا واحد لوغو روعه روعه صدقوني. جربوها ما تحسوش كامل بلوغو تاع الشوفان. يعني كما تعرفوا الشوفان شويه قوي اللوغو تاعو، هنايا ما تحسوش كامل به باسكو خلطناه مليح مع التمر. صدقوني روعه روعه وصحيه. يعني ننصح بها مرضى السكر، ننصح بها اللي يديروا الرياضه. هايله هايله، جربوها وان شاء الله تعجبكم، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.